اذا ما فيش علاقه ما بين الاكل والنوم. هات لي العلاقه ما بين النوم الصحي والنوم الغير صحي. نام صحي، كل صحي، هتلاقي نفسك تمام التمام. ما بتعانيش من ارق، ما بتعانيش من انتفاخات في البطن، ما بتعانيش مش عارف من ايه من القصه دي. لكن نام غير صحي هتعاني من كل حاجه ممكن تتخيلها، حتى الضغط، السكر، الارق، الفكر الزايد، القصص دي كلها هتعاني منها طبعا. اضافه لكده بقى يعني حاجه طبيه كده في الجنب، التهاب المعده. لو عندك التهاب في المعده معناها ان المعده واقفه عن الشغل. مثلا انا عندي التهاب في ايديا دي المفروض بتشيل شنطه، لو في التهاب او كسر خلاص مش هشيل الشنطه، اذا الشنطه التانيه موجوده. طب الشنطه دي كانت فايدتها حاجه معينه عشان لما اشيلها، دلوقتي الفايده دي راحت. نفس القصه في المعده، لما بيحصل التهاب في جدار المعده الفايده بتاعتها راحت. ايه فايدتها؟ الهضم، امتصاص الفيتامينز، القصص دي كلها. طب يا دكتور ده انا بنام كويس وباكل كويس بس حاسس ان انا بس برضو لا تعبان ومنهك وتخين ومش عارف ايه، دور على المعده. ما بتهضمش هضم صح، بتهضم دهون بس لانها اسهل حاجه في الهضم، مش مستهلك حاجه كتير. عشان كده بتملى دهون ما تملاش عضل. وتلاقي الناس دي اغلب شكوتهم ده انا بطخن من معلقه ميه. دور على المعده.